اختار احمد سمير فرج ومن اجل عودة النسر الاخضر في النصف الثاني من الرواية بهدف التعادل اللي مفيش كلام. اكيد ما كده ادى تعليماته بزيادة الفاعلية الهجومية، واكيد ريكاردو ولاعيبة النادي الاسماعيلي خلال محمد عادل في اول لقطة على طول يعمل تمريرة للامام. يا ولد عدى واحد والتاني، ولكن عصام النادي المصري ادي الركنية على القائم الاول، ولكن دخل فيها عمر يحيى. كان عايز ياخد الخطوة قبل مدافع النادي الاسماعيلي، ولكن في اللحظة الأخيرة بيصحح وضعه. تتلعب رمية التماس، ضغط عدى حلو عمر يحيى، والعرضية أرضية وجول جول 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 جول. حمادة يحيى، حمادة يحيى بيدي المصري. بص شوف عمر يحيى بيعدي ازاي ويلعب عرضية أرضية جميلة. يجد المتابع والهداف حمادة يحيى بباطن القدم يحول الكرة داخل الشباك علشان ادى زيكا بيتقدم. زيكا بيتقدم وبيسدد، ولكن الملعب ابتدى يبقى فيه مساحات، وابتدى يبقى بيعمل تمريرة وما فيهاش راية ولا صفارة، ولكن وبيرفع رايته. ادي تاني حالة تسلل، كان في واحدة في الشوط الاول وادي واحدة في الشوط. هينزل احمد مسعود جديدة، والكرة في منتهى السهولة. في تبديل تاني للنادي الاسماعيلي، واحد من اللعيبة الشباب ينزل عنده قدم يسرى بتتكلم زي ما حضرتك. للنادي المصري بنزول 27. الكفاءة البدنية وفي قمة على الراس بشكل عام. يدخل مرة تانية في مكان خطير وعايز يلعب العرضية، ولكن أحمد العش واحد من القلائل اللي تقدر تقول عليهم أحد نجوم اللقاء. وفي